في الحقيقة أنا في حاجة أنا مش فاهمها، هي ليه الناس كلها بتنتقد العتاولة وبتهاجم صناعه من أكبرهم لأصغرهم ليه؟ مع إن العمل هو الأصدق في رمضان. هو ما ضحكش عليك على الأقل، من السنة اللي فاتت هو ما ضحكش عليك. وانت كنت فاكر انك بتتفرج على ليالي الحلمية؟ وانت كنت مستني يعني الأيام؟ هل وعدك بالشهد والدموع حتى؟ بالطبع لأ. فالسنة اللي فاتت انت شفت آخر حلقتين كان عنوانهم الرئيسي الفوضى. الفوضى هي اللي كملت معانا وبقت هي النمط الرئيسي للحكاية، حتى ولو حصل تغيير في مسؤول النمط الأول. المؤلف اللي اتغير كان من الواضح جدا ان انتوا رسم له هو هيعمل ايه بالظبط، احداث بسيطة قصاد سكتشات كبيرة، وهو ده اللي هيجيب مع الناس ويتصدر الترند لفترات مش قصيرة. مشهد من عيسى ومشهد من عاطف، حتى اختهم نفسها بقت ترند، رقصة هنا غنوة هناك، ولقطات من جوه الكواليس ما بينهم. طب بذمتك يعني ما انبسطتش؟ بذمتك ودينك ما ضحكتش؟ حقيقي انا مش فاهم انت زعلان ليه، وزعلان على مين بالظبط؟ على السقا ولا على طارق لطفي؟ ولا اياكش تكون زعلان على باسم سمرة؟ في رأيي الشخصي ما تزعلش على كل دول، وازعل بس على الوقت اللي ضيعته في الفرجة وكنت مأمل نفسك في انك تشوف حاجة عليها القيمة بعد الفطار. واذا كان هفك الشوق يعني في الفرجة فعليك وعلى اليوتيوب، فده كان هدفهم من الاول. اسف على طول.